السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معدة مع كبسولة جديدة من كبسولة الجودة. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على النمبرنج سيستم وإزاي أقدر أكنترول الإجراء اللي عندي، ويعني إيه ستاتيك اللي هو الثابت النمبرنج سيستم الترقيم، ويعني إيه دايناميك نمبرنج سيستم اللي هو المتحرك. آخر الفيديو اللي فات قلت لكم على حاجة ليها علاقة، هو أنا بختار كمية أو عدد الأرقام دي بناء على إيه؟ يعني مثلا عندك البطاقة على الرقم القومي 14 رقم، بتقسيمتها اللي موجودة. أول رقم ده خانة المكان مطلع من أنهي اسم، يعني بعد كده تاريخ ميلادك وده بيختلف على حسب الشخص. بعد كده في 7 أرقام تانيين اللي هم الترقيم بقى. الترقيم ده ترقيم وده خلاص موجود كده 7 أرقام، ممكن يكون ليه كرايتيريا معينة وأكيد ليه كرايتيريا معينة. بس 14 رقم ليه 14 رقم؟ أكيد هم قعدوا وحسبوا وشافوا تباديل بقى وتوافيق عشان يعرفوا إيه هي الأرقام المناسبة اللي تقدر تساع وطن بحجم مصر علشان يقدر يخلي فيه الترقيم بتاعه ثابت او الرقم القومي بتاعه ثابت، ما يبقاش مره 3 ارقام، مره 4 ارقام، مره 5 ارقام. يعني تخيل معايا كده مثلا مواليد سنه 80 رقم البطاقه بتاعهم 10 ارقام. طب دخلنا في مواليد بقى 2022 بقى عدد الارقام 14 رقم. فجاه بص هو ايه ده؟ لا اصل هو قديم شويه فكان لسه في الاوائل. يعني ما هو انا بقى بتوقع الجزئيه دي ازاي اقدر احط الارقام اللي موجوده. نيجي مثلا لو انا شغال في مشروع وعايز اعرف ارقم الانسبكشن ريكويست او طلبات فحص اعمال الموقع، ارقمها بناء عليه في كام حاجه بسيطه كده. اول حاجه خالص نروح للبلانر، يا بلانر لو سمحت اللي هو بتاع التخطيط، ايه هي الانشطه اللي عندك؟ هيديني الانشطه. ونيجي نبص نروح لبتاع الكواليتي وبتاع التنفيذ والمكتب الفني. بتاع الكواليتي وبتاع مع التنفيذ والمكتب الفني هيطلعوا حاجه اسمها الميثود ستيتمنت اللي هي طريقه التنفيذ، والاي تي بي الانسبكشن تيست بلان. الانسبكشن تيست بلان دي بتقول لك ايه هي الوقفات اللي هتفحص بيها اعمال. هتيجي مثلا تشوف الاكتيفيتي ده، والله انا عندي فيه 3 وقفات والاكتيفيتي ده متكرر كام مره في الموقع؟ 1000 مره. يبقى انا محتاج تقريبا في الاكتيفيتي ده بتاع 3000، يبقى انا كده دخلت في ال1000، يعني 3000 يبقى كده عندي 4 ارقام. طب نخش على الاكتيفيتي اللي بعده وهكذا وهكذا وهكذا، ونشوف بقى هتشتغل ستاتيك ولا هتشتغل دايناميك. يعني هتشتغل بطريقه ثابته هتعد وتعد وخلاص، ساعتها بقى لا حط مليون وامشي بقى عد من 1 لحد ما توصل لمليون، ولا هتلاقي الرقم بتاعك بتشتغل على حسب الاكتيفيتي. يعني مثلا نجاره، حداده، او سيفل على بعضه مثلا مدني، يليه مثلا الميكانيكال، يليه الكتريكال، يليه الارك، وهكذا. كل واحد ليه ترقيم، فساعتها الترقيم بتاعك هيقل. فبتقدر تحسب. يعني مثلا في مشروع من المشاريع الكبيره جدا جدا جدا، مشروع الحرم المكي، عندك في ترقيم واصل ل6 او 7 ارقام، ودي حاجه كويسه جدا تديك جزئيه مش هتشوفها عند حد. طب في حاجه تانية بقى، هو في ترقيم ثابت اصلا؟ يعني في حد كده اخترع ترقيم؟ في معهد اللي هو الكونستراكشن سبيسيفيكيشن انستيتيوت ده اللي هو CSI، ده عمل ترقيم اسمه الماستر فورمات. الماستر فورمات ده مكون من 6 ارقام، وساعات بيزيد عليه رقمين كمان يبقى 8، وراح مطلع حاجه كمان اسمها اليونيفورمات اضافه للرقم ده. دور على كلمه CSI وهسيبها لكم في الكومنتس او في الديفينيشن. دور على كلمه CSI ودور على كلمه ماستر فورمات ودور على كلمه يونيفورمات، هتلاقي كل واحد فيهم ليهم توصيف مختلف وبيوصفوا كلهم مع بعض، بحيث ان انت تخيل لو بتشتري مثلا اوكرة باب، تقدر تروح في امريكا تقول له انا عايز الرقم كذا 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 6 ارقام. لو رحت الهند هتقول له هم ال6 ارقام، هتلاقيها ايه؟ بيدي لك نفس الاخرى اللي انت طالبها، طبعا بالترتيب مع حاجات تانية. في نقطه مهمه تانية، انا لما باجي اشتغل انا قلت انا عايز اشتغل مع الديفلوبر والديجيتاليزيشن والحاجات دي كلها. خد بالك انت لما بتعمل الترقيم انت ما بتحملش همه بقى. اصلا انت تيجي تقول لي يا لهوي 6 ارقام انا هعمل ايه كل ده انا مش هعرف اعملها، ده هتروح مني، ده لا 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 خالص. هو بيشوف منك الطريقه اللي انت بتعمل، الكرايتيريا اللي انت بتنفذ عليها الترقيم، وهو بيعملها لك لوحده. يبقى تختار ده هيطلع لك الرقم، تختار ده هيطلع لك الرقم. فما تقلقش من قصه ان الارقام كتير او الارقام قليله. طيب انا بقى لما باجي اشتغل على الحاجات دي كلها كدوكمنت كنترول واحط الداتا الموجوده دي، مطلوب مني ايه؟ اولا ان انا احافظ عليها زي ما هي واقدر اطلعها بسهوله. تقدر تطلع المعلومه بسهوله. فنرجع تاني للميتا داتا. الميتا داتا اللي هي محتويات الورقه او محتويات المعلومه اللي انت عايز تطلعها للناس. يعني لو فرضت مثلا انا داخل مستشفى دلوقتي وعايز اقدم في المستشفى دي او اكشف، ساعتها هياخد مني شويه معلومات اللي قلنا عليها في الاول، افتكروا وشوفوا الفيديو اللي فات. انا بقى لما اجي اسجل، من مصلحتي ان انا اسجل المعلومات دي عشان اقدر افلتر عليها.
عشان اقدر احسن حاجه اسمها السيرش كرايتيريا، اوصل للمعلومه. حتى مواصفه الايزو بتقول لك ease fast access whenever and wherever needed. يعني ايه؟ يعني سهوله وسرعه في الوصول للمعلومه متى طلبت وان طلبت. عشان كده ما تكسلش، ما تحطش معلومات مع بعض. ونصيحه، لو انت شغال في الاكسل بلاش تعمل ميرج. الميرج ده عدو كبير، هو بيسهل وبيدي فورماتنج شكله لذيذ، بس بيفقدك السيرش كرايتيريا، بيفقدك الفلتر، ده يخليك مش قادر توصل لمعلومه بشكل اوسط. ساعتها يا هتوصل بيها بنفس الطريقه، يعني انت بقى عارف ان دي ميرج فهتوصل لها، او ميرج يعني مدمجه ببعض بالمناسبه عشان ايه تبقى واضحه، او هتضطر تعمل فايند تدور عليها. لكن الفلتر لا، هتبقى مختلفه معاك. وفي نقطه تانية مهمه، لما حضرتك تيجي تعمل داتا خليها كلها زي بعض، يعني يا كابيتال كلها يا سمول كلها. ما تكتبش مثلا ايجيبت اي جي واي بي تي وتيجي بعد شويه تكتبها اي جي واي بس، يبقى انت كده بقى عندك حاجتين ليهم نفس المعنى. ساعتها لو نسيت ان انت كاتبها مرتين هتلاقي نفسك بتفلتر على نص المعلومه بس. وان شاء الله المره الجايه هنكمل مع كبسوله جديده من كبسوله الجوده. يا رب ان شاء الله يكون علمي وينتفع بيكم. وما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك الفيديو الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.